بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم هشام بالاسف في قناتكم عرب تمرين اتنين. يا ترى سؤال، لو انا عايز اعرف حدوث مثلا الجلطه الدماغيه مثلا في مصر، اعرفها ازاي؟ بيعرفوها ازاي؟ بحاجه اسمها الانسيدنس، الحدوث ده تعريفه ببساطه جدا معدل حدوث او عدد الحالات الجديده لمرض او حاله معينه خلال فتره زمنيه محدده في عدد معين من السكان. يعني مثلا لما اقول الانسيدنس اوف ستروك از 150 بير 100,000 of people per year، فالمعنى ده عدد الحالات الجديدة للجلطة الدماغية هو 150 حالة لكل 100,000 شخص في السنة. وده مهم جدا، لازم نحسب بيه الانسيدنس. فايه الفرق ما بين انسيدنس وبريفلنس؟ هتسمعوا الاسم دوت. انسيدنس اللي هو الحالات الجديدة فقط خلال فترة زمنية، اما البريفلنس كل الحالات الجديدة والقديمة في وقت معين. طيب، how many per years، يعني هنا sick people how many per years، ده اختصارا ده طبعا الانجليش بتاعها the occurrence rate or frequency of the disease crime or other undesirable things, a number of new cases of a disease or conditions that occur within a specific population during a defined time period usually a year. عندنا 50 شخص بيعانوا من السكر، total population بتاعنا 50 شخص. جينا لقينا ان في 10 اشخاص مصابين بالسكر في السنة، يبقى ديت 10 في السنة. هنا عايز احسب الانسيدنس للاشخاص ديت، احسبها ازاي؟ number of new cases during a time period على population at risk in the same time of period. يعني ايه 10 على 50؟ هيطلع لي خمس. الخمس دول بيعتبروا 2 من 10. طيب لكل 1000 شخص يبقى 200، لكل 10,000 2000، لكل 10,000، لكل 100,000 هنلاقي هنا في حوالي كام؟ 20,000. لكل مليون هنلاقي هنا 200,000. يبقى إذا نسبة المصابين إلى السكر، احنا طلعنا 10 لكل 50، يبقى نسبة اللي بيصابوا في السكر مثلا، وليكن مثال، أنا بقول ده مثال يعني، في مصر مثلا نقول 200 شخص لكل 1000 شخص. طبعا دي بتبقى نسب كبيرة. فده حسبة الانسيدنس ببساطة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.